كوباية سمسم أبيض، ونص كوباية سمسم محمص، ونص كوباية سوداني، وكوباية دقيق. خلطتهم على بعض كده، وبنشوح فيهم كده، نطلع منهم الرطوبة ونخليه يبقى سخن. يعني ايه، نحمص الدقيق شوية كده، نخلي ما احناش طايقين نمسكها كده، ومش هيتحرق ولا حاجة. انا بنحمص بس الدقيق عشان الدقيق يبقى مستوي، ويبقى الحاجة طعمها حلو كده، وطعمها متحمص كده. انا حطيتها بقالي شوية اهوت، بنقلب فيها كده كلها اهي، نشوح فيها لما تشم ريحة الدقيق كده، بس ما تحمصش يعني. ونمسكها كده، بصي سخنة قوي كده اهي، عشان احطها بقالي شوية. هنسيبها بقى تبرد، وبعد كده نطحنها في الخلاط. وطبعا بعد كده انتوا عارفين الخطوات. بنحط كوباية زيت الاول في الخلاط، نضربه حلو قوي لما يبيض معانا. بعد كده نضيف المكونات ديت على بعض. بعد ما بنطحنها في المطحنة، بنحط حبة حبة على الزيت بعد ما بنفخ الزيت حلو قوي في الخلاط لما لونه يبيض كده، عشان ما يفصلش معانا. كنا الاول بنحط الخليط دوت ونخفق، وبعد كده نحط شويه زيت عليه، فبتبص تلاقيه الزيت عايم على الوش. فعشان الزيت ما يفصلش، فبنعمل الزيت الاول. فخليكم معانا عشان نشوف بقيه الخطوات بتاعه الحلاوه. بصوا يا حبايبي، انا بعد ما تشوحوا وسخنوا وشميت ريحه الدقيق كده، عشان كده بقى لون واحد. بصوا لونه عامل ازاي، يعني لونه متحمص بس مش محروق طبعا ولا ملسوع. يا دوبك يسخن كده، وايدك تبقى تيجي تمسكه كده تلاقيه سخن، يقوم نازلاه وتبرديه. وبعد كده طحناه في الكبه. بعد كده حطينا كوبايه الا ربع من الزيت وخفقته. هحط كده خفقته لونه بقى ابيض كده. هبدا بقى احط عليه الخليط دوت لغايه ما يتجانس مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. احط عليه، افضل احط بقى في الخليط كده. بعد كده اوريكم الطحينه، وبعد كده نوريكم هنعمل الحلاوه ازاي. خليكم معايا لاخر الفيديو. بصوا يا حبايبي، انا بعد ما ضربتها اهوت، هي احتاجت مني شويه زيت يجي ربع، لقيتها تقيله فرحت حاطه عليها، ضفت عليها يجي ربع كوبايه زيت تاني. يعني يبقى المقدار كله في المكونات دي في مقدار السمسم اللي انا قلت لكم عليه ده، يبقى كوبايه زيت. بصوا سمكها ما شاء الله، ولونها عامل ازاي ما شاء الله، عشان حمصنا الحاجه كويس. يعني مش مجرد سخنت كده وخلاص ودفيت وطلعنا، لا احنا سيبناها اتحمصت شويه. قدر ان انت تمسكي كده تبقى سخنه على ايدك، عشان يبقى الدقيق استوى والحاجه اتحمصت حلو، ديك ريحه وطعم. وحطيت كمان ذره ملح صغيره كده. بصوا السمك بتاعها ما شاء الله، ولما تقعد هتتقل اكتر. وعملت لنا بقى المقدار اللي انا عملته، عمل لنا البرطمان ده. طبعا البرطمان ده نص كيلو، ودوت يجي برضو اكتر من، يعني عشان هي بتبقى تقيله اكتر من ربع كيلو. الكوبايه دي اكتر من ربع كيلو، عشان بتبقى تقيله في الوزن. اهو بصوا عامله ازاي، ما فيهاش زيت ولا اي حاجه. انا صبها بقالي فتره وركناها، على بال ما ابقى اصور لكم اهي. ما فيهاش، مش فاصله زيت ولا زيت عايم ولا اي حاجه ما شاء الله. اتبعوا الطريقه دي هتعجبكم، حلوه وتبقى نضيفه، انضف من اللي بره، وارخص كمان. مهما كانت السمسم غالي، بس ارخص من اللي بره. هي وصلت 120 و150 الكيلو دلوقتي.